قال لك اهو عملت اللي عليا اهو. انا بعت لك 750 مليون متر في اليوم، انا كنت ببعت لك 300، دلوقتي بعت لك 750. مش مستعد. بتكلم على السودان طبعا، احنا الحمد لله بفضل الله جاهزين لاي كميات ميه. تاني بقول لاي كميات ميه بفضل الله، لان عملنا مشروعات وعملنا شغل يستوعب هذا الامر. انتم مش واكلين حقكم، خيرا تعمل شرا تلقى، يعني نموت نفسنا يعني. رضي الناس او لم يرضوا، لا حل لهذه الامه الا الجهاد ورفع البنادق في سبيل الله، فلا يفل الحديد الا الحديد. واضطروا لفتح 4 بوابات اخرى، ومن هنا جاء الفيضان الحالي ان السد بيخرج منه حاليا 750 مليون متر مكعب في اليوم. لقد رزقنا نعمة الجهاد، وإن تخلينا عنها فإننا سنصبح في أردل الأمم، وهذا الذي نراه اليوم. عباد البقر والأنجاس هم الذين يتحكمون في أمتنا، ثم نرتجي من؟ الحقيقة مصر لها كل الحق في أن تدافع عن حقها في مياه النيل، وهو تهديد وجودي مثلما جاء في البيان المصري لمجلس الأمن وفي كل البيانات السابقة. ده رغم ان مجلس الامن الدولي قبل كده قال لك، او المجلس الامن قصدي، قال لك ارجعوا للاتحاد الافريقي، انا ما عنديش حل ليكم. مش انت رحت له قبل كده؟ قال انت غبي. في أن تدافع عن حقها بطرق قانونية، نوم العوافي يا عرب، من خلال أن تؤكد على أن توارث المعاهدات يلزم الجانب الأثيوبي، وهذه بند واضح في القانون الدولي. نوم العوافي يا مسلمين، أن تتحدث مع مصر ومع السودان في الالتزام بحصة مصر في أن يكون هناك بناء هذا السد أو أي سدود أخرى، هناك اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة. نوم العوافي يا حكام، نوم العوافي يا علماء ويا مشايخ. مصر ستدعو مجلس الأمن لمحاولة التدخل لكي توقف هذا العمل الخطير. هنبدأ لفة جديدة تاني على المنظمات الدولية عشان نشوف حل للأزمة، عشان دبلوماسية السيسي الناعمة تقريبا ما جت هنا وخشنت.